السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا دكاترة تانية ثانوي، ازيكم يا شباب؟ وميعادنا النهارده يا دكتور مع حل أسئلة المحاضرة اللي كانت خاصة يا دكتور بالنيرف امبلس. عارفين ان احنا مقصرين معاكم شوية يا شباب تانية ثانوي، بس سامحونا احنا مطحونين مع اخواتكم بتوع تالتة ثانوي في المراجعات وفي التصوير وحاجات قد كده. محاضرة النهارده ان شاء الله يا شباب هنراجع فيها كل أسئلة الليسون اللي كان خاص بالنيرف امبلس، وانا متفق مع حضرتك ان يا دكتور يعتبر من اتقل الدروس في منهج الترم الثاني هو الجزء يا دكتور الخاص بالنيرف امبلس، وازاي نقدر نعمل بروباجيشن للنيرف امبلس. واللي مكمل علم علوم السنه الجايه النيرف امبلس يا دكتور ونقل النيرف امبلس برضو مكرر معانا تاني. هنصلي بينا على النبي يا شباب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا يا دكتور نبدا مع بعض. هنا يا دكتور في كويشن نمبر 1 بيقول لك if large size symbol of ion expressed by higher concentration، يعني يا دكتور اللتر اللي انا كاتب حجمه كبير ده يعبر عن كونسنتريشن عالي. حلو. while small size symbol express lower concentration، انما يا دكتور السيمبل اللي انا مديله حجم صغير ده يا دكتور يعني ان هو lower concentration. حلو، او low concentration. which of the following figure represent membrane of nerve fiber at rest؟ دكتور انا مستأذنك وقت الريست كان بره يا دكتور في صوديوم ايون وجوه كان في صوديوم ايون، ولكن كميه الصوديوم بره كانت ازيد من 15 تايمز من الصوديوم اللي موجود في الانر سايد. نفس الكلام يا دكتور كان بره فيه بوتاسيوم وكان جوه فيه بوتاسيوم، ولكن كانت كميه البوتاسيوم جوه كانت ازيد 30 مره من البوتاسيوم بره، وكان معدل خروج البوتاسيوم ازيد من معدل دخول الصوديوم 40 مره. ده كلام وقت الريست. حلو. فانت قلت لي ان بره الصوديوم ازيد من جوه، فانا قلت لك ان الحجم الكبير ده معناه هاي كونسنتريشن والحجم الصغير معناه لو كونسنتريشن. تعالى بره يا دكتور في صوديوم كتير وهنا صوديوم قليل، ماشي ده صح، لان بره كان في فعلا صوديوم كتير وجوه صوديوم قليل، ولكن بره يا دكتور كان في بوتاسيوم قليل. هنا بيقول لك ان بره كمان في بوتاسيوم كتير، يبقى الشكل ده غلط. بس البي هنا يا دكتور بره صوديوم قليل، غلط، ده المفروض اللي بره صوديوم كتير وبره بوتاسيوم قليل، انما هنا بيقول لك ان اللي بره صوديوم قليل، ده غلط. بص السي بره الصوديوم كتير جوه الصوديوم قليل، وبعدين جوه البوتاسيوم كتير بره البوتاسيوم قليل، يعني اجابتك نمبر سي. وده طبعا البوتنشال ديفرنس هيبقى من النيجاتيف 70 ملي فولت، ودي حاله تسمى بولاريزيشن ستيت. هنا في نمبر دي بيقول لك ان البوتاسيوم يا دكتور بره كتير، وده طبعا غلط، لان يا دكتور اللي كان بره كتير كان الصوديوم. طب انا عرفت منين كبير وكتير وقليل؟ لان انا قايل لحضرتك ان السيمبل الكبير ده معناه كونسنتريشن عالي. معانا يا شباب؟ لذلك كويشن نمبر 1 اجابتك هتبقى نمبر سي. هنا يا دكتور في كويشن نمبر 2 بيقول لحضرتك which of the following express the propagation of nerve impulse through nerve fiber؟ تعالى يا دكتور واحده واحده. متفق معاك يا دكتور في نفس اتجاه النيرف امبلس بتلاقي دكتور الصوديوم داخل لجوه عشان يحول النيرف سيل من حاله البولاريزيشن لحاله الديبولاريزيشن، وفي ظهر النيرف امبلس عكس اتجاهه بتلاقي دكتور خارج في ظهره مين؟ البوتاسيوم، عشان يرجعها لوقت الريست تاني. فتعالى دكتور دلوقتي هو النيرف امبلس ماشي اهو، وهو ماشي كده يا دكتور الصوديوم بيخرج لبره؟ لا طبعا، ده المفروض يا دكتور الصوديوم يدخل، يبقى الشكل ده غلط. بس البي دكتور النيرف امبلس ده اتجاهه وهو ماشي كده الصوديوم بيدخل لجوه؟ يا دكتور الصوديوم بيدخل. طب بص ده اتجاهه وهو ماشي كده البوتاسيوم في ظهره يا دكتور بيخرج عشان يرجعها تاني لوقت الريست. ايوه دي الاجابه. بص السي هنا يا دكتور النيرف امبلس داخل صوديوم يخرج؟ لا يا دكتور المفروض الصوديوم يدخل، يبقى ده غلط. بس الدي ده اتجاه النيرف امبلس يا دكتور، الصوديوم دخل بالفعل، الصوديوم دخل، ولكن ايه اللي يخلي البوتاسيوم يخرج هنا؟ المفروض الصوديوم يدخل هنا، يبقى البوتاسيوم بعد النيرف امبلس ما يعدي تلاقي البوتاسيوم بيخرج من نفس المنطقه اللي حصل لها دي بولاريزيشن. انما هنا يا دكتور دي برضو الرسمه دي غلط، يعني اجابتك في السؤال ده تبقى نمبر بي. طيب هنا يا دكتور في كويشن نمبر 3 بيقول لك which of the following related للريستنج بوتنشال؟ طبعا يا دكتور ريستنج بوتنشال بنتكلم في ايكوال ديستريبيوشن للايون، ولكن يا دكتور بنسب. يعني ايه كلمه ايكوال ديستريبيوشن للايون بنسب؟ يعني لازم يا دكتور بره الصوديوم ازيد من اللي جوه من 15 تايمز، ان البوتاسيوم جوه ازيد من اللي بره 30 مره. دي يا دكتور كده ايكوال ديستريبيوشن اوف ايون ولكن بنسب، ودي اللي بنرجعها يا دكتور بعد ما عملنا الديبولاريزيشن. دي بتتم في مرحله تسمى ريبولاريزيشن عشان نرجع النيرف سيل تاني وقت الريست. هنا يا دكتور كويشن نمبر 4
which of the following figure where shaded part represented the state of nerve fiber membrane. طبعا يا دكتور الجزء المظلل مش باين عندك، ولكن هي الحته دي، هي دي يا دكتور الشادد بارت اللي هو الجزء المظلل، هي دي من كل الاختيارات، هي الحته دي. كمل معايا. بيقول لحضرتك هنا مين من دول بقى which of the following where shaded part is represent state of nerve fiber membrane when propagate nerve impulse from resting state. انهي حاله من دي يا دكتور احنا بننقل النيرف امبلس من حاله الريست؟ تعالى. النيرف امبلس ماشي اهو يا دكتور، هل وهو ماشي انا هنا عملت دي بولاريزيشن، هنا بولاريزيشن، هنا دي بولاريزيشن، هل ده ينفع؟ لا طبعا. ليه؟ لان يا دكتور طالما ده اتجاه النيرف امبلس لازم نلاقي البوتاسيوم خارج عشان يرجعها تاني وقت الريست، يبقى ده غلط. سلبي. هل النيرف امبلس ماشي ومش عامل حاجه يا دكتور في الممبرين؟ لا طبعا ده غلط، لازم يحوله لدي بولاريزيشن. بس اللي بعده دكتور النيرف امبلس ده اتجاهه وهو ماشي يا دكتور دي، هو الاول حصل كده، ده بقت دي بولاريزيشن واللي جنبيها بولاريزيشن زي ما هي بالمنظر ده، ركز معايا والنبي، كانت كده. وبعدين يا دكتور اللي حصل بص معايا، النيرف امبلس جه غير دي يا دكتور، خلاها ايه؟ دي بولاريزيشن. فانا كنيرف امبلس اثرت على دي، يلا هنقل للحته اللي جنبي، يبقى لازم دي ترجع زي ما كانت ونخرج البوتاسيوم. يعني تلاقي يا دكتور دلوقتي اللي بره بقت بوزيتيف واللي جوه نيجاتيف اهي. طب واللي جنبي يحصل لها دي بولاريزيشن اهي يا دكتور، دي بولاريزيشن. طب ايه رايك لما اجي اتنقل للحته اللي بعدي دي يا دكتور تبقى اللي بره بوزيتيف واللي جوه نيجاتيف ودي يحصل لها دي بولاريزيشن؟ فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى انت دلوقتي بتتكلم في مراحل نقل النيرف امبلس، انا كنت بولاريزيشن، هيجي النيرف امبلس هيعمل لي دي بولاريزيشن، وانا حصل لي دي بولاريزيشن، انا كمنطقه دي اشتغل از ستيمولس للمنطقه اللي جنبي، وانا كحصل لي دي بولاريزيشن ارجع تاني للريست. يعني يا دكتور اجابتك هنا هتبقى نمبر سي، والسؤال ده مهم جدا جدا يا شباب. هنا يا دكتور كويشن نمبر 5 بيقول لك بوتنشال ديفرنس النيرف سيل ريتيرن يا دكتور لكام؟ لنيجاتيف 70. طبعا يا دكتور انت لو حضرتك كده فاكر انا رسمت لك رسمه كده، عملتها لك كده يا دكتور، ايوه دي كانت نيجاتيف 70 ودي كانت بوزيتيف 40. قلت لحضرتك يا دكتور عند الحته دي نيجاتيف 70 تعني يا دكتور ان انت في مرحله تسمى مرحله الريست، ان يا دكتور البره الصوديوم اعلى من الصوديوم اللي جوه من 10 ل 15 تايمز، والبوتاسيوم في الانر ممبرين اعلى من الاوتر ممبرين 30 تايمز. هنا تقول لي يا دكتور بوتنشال ديفرنس للنيرف سيل بتفضل نيجاتيف 70، بترجع لنيجاتيف 70 عشان مين يا دكتور رجع يخرج تاني؟ اكيد البوتاسيوم. بوتاسيوم هيرجع يخرج تاني عشان يرجعها لحاله الريست. هنا بيقول لك ديو تو انكريز بيرميابيليتي لمين؟ اجابتك يا دكتور للبوتاسيوم. طيب هنا يا دكتور في كويشن نمبر 6 بيقول لحضرتك وان بوتنشال ديفرنس يصل للنيجاتيف 80. نفس الفكره برضو انا رسمت لحضرتك يا دكتور الكيرف كده، لو انت طبعا فاكر جينا يا دكتور عملنا لك كده وقلنا لحضرتك هنا نيجاتيف 70 وهنا بوزيتيف 40 اهو. جيت قلت لحضرتك هنا يا دكتور الحاله دي ريست، هنا دي بولاريزيشن، هنا بعمل ري بولاريزيشن، ولكن يا دكتور انا قلت شويه كمان وصلتها لنيجاتيف 80 لان ده يا دكتور بسبب ان البوتاسيوم هيخرج اكتر من الكميه المطلوبه. فده يا دكتور بسبب الانكريز البرميابيليتي للبوتاسيوم فروم انسايد لاوتسايد هيعلي البوتنشال ديفرنس. فانت دلوقتي وصوله لنيجاتيف 80 بسبب يا دكتور دي اسمها هايبر بولاريزيشن، طبعا دور عليها انكريزنج بولاريزيشن، ودي يا دكتور حصلت بسبب خروج بوتاسيوم كتير. بوتاسيوم خرج يا دكتور ازيد من المعدل المطلوب فيؤدي لحدوث ما يسمى هايبر بولاريزيشن اللي هي يا دكتور بنقولها انكريز بولاريزيشن. 7 the opposite graph which of the following figure express period of time between point x و y. تعالى دكتور x و y، يعني انا بتكلم في الحته دي كده، الحته دي يا دكتور انت وصلتها لبوزيتيف 40، يعني انت بتتكلم ان المرحله دي يا دكتور تسمى دي بولاريزيشن. يعني اللي بره يا دكتور هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف، واللي جوه يا دكتور هيكون ايه؟ هيكون بوزيتيف. يبقى انت كده يا دكتور بتعمل حاجه اسمها دي بولاريزيشن. يبقى في مرحله الاكس والواي اللي بره يا دكتور كله نيجاتيف واللي جوه بوزيتيف، لان احنا عملنا حاجه اسمها دي بولاريزيشن. طيب تعالى يا دكتور هنا في الكويشن اللي بعده، كويشن نمبر 8 بيقول لحضرتك هنا from the opposite figure at which point polarization و depolarization happen. طبعا يا دكتور مكان نقل النيرف امبلس
بيكون عن طريق النودوفرانيفير. يعني انت لو ركزت ده اكزون، لا طبعا هنا دي اسمها النودوفرانيفير، فده مكان نقل النيرف امبلس. دول يا دكتور مايلين شيس مع شوانسل بالنيورونيل الليمه اللي موجوده، فاجابتك هتبقى نمبر اكس اللي هي نودوفرانيفير، يعني اجابتك سي. طيب اللي بعده يا دكتور سؤال نمبر 9، ده برضه سؤال مهم جدا جدا جدا. بيقول لحضرتك ايه في السؤال ده؟ بيقول لك هنا the opposite figure illustrate part of nerve fiber during stimulation. Which of the following represent the correct arrangement للion movement due to direction of nerve impulse؟ تعالى يا دكتور. انا عايز كمان اعرف الدايركشن للنيرف امبلس. تعالى دكتور، انت عندك ده صوديوم واللي جنبيه بوتاسيوم. حضرتك عارف ان الصوديوم يا دكتور بيدخل لما يصل النيرف امبلس، اهو الصوديوم بيدخل. طب لو انت ركزت في المنطقه دي يا دكتور، المنطقه دي حصل لها ديبولاريزيشن. يبقى طالما يا دكتور الصوديوم دخل وخلاص عمل لها ديبولاريزيشن، لازم في ظهره مين يبتدي يخرج؟ بوتاسيوم، اهو بوتاسيوم عشان يعمل لها ريبولاريزيشن. طب يبقى اكيد يا دكتور اتجاه النيرف امبلس من الواي للاكس. ليه؟ لان النيرف امبلس ماشي كده، طول ما هو ماشي الصوديوم عمال يدخل. طب وهو ماشي يا دكتور كده، مين في ظهره عمال يخرج؟ بوتاسيوم عشان يرجعها تاني لوقت الريست. فهنا يا دكتور هتقول لي ان فلو للصوديوم، اوت فلو للبوتاسيوم عشان يرجعها للريست، والدايركشن من واي لاكس. يبقى تقول لي ان فلو للصوديوم، اوت فلو للبوتاسيوم، والدايركشن من الواي للاكس، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. السؤال ده يا شباب مهم جدا جدا جدا. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكتور في كوتشن نمبر 10 بيقول لك from the opposite figure which of the following occur عند region Y on reaching change اللي حصل عند region X. تعالى يا دكتور، ايه اللي يحصل في منطقه الواي لما يوصل لها اللي حصل عند الاكس؟ هو مين اللي حصل عند الاكس لو انت مركز؟ مين دخل يا دكتور؟ الصوديوم. يعني انت يا دكتور طالما الصوديوم دخل في منطقه الاكس، يعني حصل لها حاجه اسمها ديبولاريزيشن. طالما المنطقه دي حصل لها ديبولاريزيشن وركز از ستيمولس للي جنبها. يعني هستاذن حضرتك دلوقتي، اللي حصل عند الاكس لما يوصل للواي، ايه اللي يحصل للواي؟ هتقول لي يا دكتور ديبولاريزيشن، لان اللي حصل للاكس ديبولاريزيشن، لما يوصل ده عند الواي برضو يا دكتور يحصل لها ديبولاريزيشن. فتقول لي اجابتك ديبولاريزيشن تيكس بليس، يعني البوتنشال دنس ديفرنس يصل لبوزيتيف 40 ملي فولت. يحصل يا دكتور ان فلو للصوديوم، والاوت فلو للبوتاسيوم يكاد يكون يا دكتور ينعدم. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 11 يقول لحضرتك from the opposite figure which of the following applied على region A. لو انت مركز طبعا يا دكتور سؤال عبيط. ريجون ايه لو انت مركز، كل ده يا دكتور اللي بره نيجاتيف واللي جوه بوزيتيف، يعني دي حاجه اسمها ديبولاريزيشن. بوتنشال ديفرنس كان يا دكتور بوزيتيف 40 ملي فولت. تعالى هنا بقى، هتقول لي هنا يا دكتور اللي يحصل او اللي ينطبق على المنطقه دي طبعا ديبولاريزيشن، يعني يا دكتور الممبرين عمال يدخل لي في صوديوم وبيقلل خروج البوتاسيوم. تعالى ممبرين ليس بيرميابل للبوتاسيوم اوتسايد، صح. الممبرين يا دكتور هيبقى اقل في خروج البوتاسيوم لبره، ده صح. ممبرين مور بيرميابل للصوديوم اوتسايد، غلط. في الحاله دي يا دكتور صوديوم كتير يبقى انسايد، يدخل كتير لجوه. ممبرين في بولاريزيشن، غلط، لان ده كده دي بولاريزيشن. بوتنشال ديفرنس بوزيتيف 40 ملي فولت. بوتنشال ديفرنس بنيجاتيف 70، غلط، ده المفروض يبقى بكام؟ ببوزيتيف 40 ملي فولت. يعني السؤال ده يا دكتور اجابتك هتبقى نمبر اي. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 12 يقول لحضرتك بمنتهى البساطه، بيقول لك هنا ذا اوبوزيت فيجر when stimulating this nerve cell عند بوينت واي، النيرف امبلس يتنقل لنيبورنج نيورون عن طريق مين؟ تعالى دكتور، طالما احنا دلوقتي الاستيميوليشن حصل من الواي، متفق معاك ان اتجاه نقل النيرف امبلس في وان دايركشن من البادي للاكزون، نوت فايس فيرسا، مش العكس. فانت دلوقتي يا دكتور الاستيميولس هيجي عند المنطقه دي، فاستحاله يرجع لفوق. ليه؟ ما ينفعش انقل من الاكزون للبادي. امال يا دكتور يمشي ازاي؟ هيمشي طبعا لتحت اهو. يبقى مبدئيا الاتجاه ده مش هيحصل، الاستيميوليشن من هنا، فيمشي كده يا دكتور. طب لو انت عندك نيرف سيل تانية اهي يا دكتور، اهي، عايزين طبعا ننقل من هنا لهنا، يبقى اكيد يا دكتور اللي هيتنقل التيرمينال ابورايزيشن دي مع الدنترات للنيورون اللي بعده. طب هي التيرمينال ابورايزيشن مين؟ زد، يعني اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر دي. سؤال برده مهم جدا يا شباب السؤال ده. اللي بعده speed of nerve impulse transmission depend on each of the following except presence of myelin sheath. طبعا يا دكتور لو انت عندك اكزون اهو، بنسميه myelinated اكزون اهو،
ده يا دكتور طبعا السبيد للنيرف امبلس كانت 140 متر بير سكند. طب النون مايلينيتد اكزون كان السبيد 12 متر بير سكند. يبقى المايلينيتد 140 متر في الثانيه، نون مايلينيتد كان 12 متر بير سكند، وده كلام مهم جدا يا دكتور. فسرعه النيرف امبلس هل تعتمد على المايلين شيس؟ صح، لان وجود المايلين شيس يتنقل بسرعه 140 متر بير سكند، غيابه يخليه يتنقل ببطء اللي هو يا دكتور كان 12 متر بير سكند. اللي بعده هنا بيقول لك diameter of nerve fiber. صح، ليه يا دكتور؟ دكتور ما المايلين شيس طالما موجود كده انت زودت الديامتر بتاع الاكزون. وجود المايلين شيس انا كده زودت الديامتر للاكزون، غياب المايلين شيس الديامتر قل. فهل يا دكتور كل لما الديامتر يزيد النيرف امبلس سرعته تزيد؟ صح. فهل الديامتر يأثر على النيرف السبيد اوف نيرف امبلس؟ تأثر. بريزنس اوف استايل كولين برضه يا دكتور يأثر. ليه؟ لأن يا دكتور لما جينا خدنا تركيب البوتون اللي كان في نهاية التيرمينال ابولايزيشن في حاجة يا دكتور تسمى ساينابتيك فيزيكل، دي يا دكتور جواها نيورو ترانسميتر اللي هو كان اسيتايل كولين والنور ادرينالين. ده يا دكتور أول ما النيرف امبلس كان يصل للبوتون كان يعمل على دخول الكالسيوم ايون جوه البوتون. لما الكالسيوم ايون يا دكتور تدخل لجوه هتعمل رابتشر للساينابتيك فيزيكل ويخرج منها يا دكتور النيورو ترانسميتر اللي هو كان مين؟ النور ادرينالين والاستايل كولين. فدول كانوا بيخرجوا في السبيس اللي هو الساينابتيك كليفت، يطلع يا دكتور يقف هنا على الدنترايت للنيرون الجديد عشان يبتدي يعمل لها يا دكتور عمليه تسمى ستيميوليشن. يبقى هل وجود الاسيتايل كولين يأثر في نقل النيرف امبلس؟ اه يا دكتور يأثر. بس اللي بعده increase stimulus strength. قال لك يا دكتور لو انت زودت قوه الاستيمولس هل تأثر في سرعه نقل النيرف امبلس؟ ده لا. متفق معاك ان مهما زادت قوه الاستيمولس النيرف سيل بتستجيب بنفس الكفاءه. النيرف سيل ماشيه بقانون في الشغل يسمى all or none، يشتغل يا ما اشتغلش. لذلك يا دكتور دلوقتي اجابتك في السؤال ده هتبقى نمبر دي، والسؤال ده مهم جدا 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 يا شباب. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا يا دكتور بيقول لحضرتك، استنى هنقول لك دلوقتي ما تستعجلش اهو. هنا يا دكتور كوتشن نمبر 14 يقول لك ايه بقى؟ ان ذا اوبوزيت فيجر بيقول لك ادرس الشكل اللي قدامك وبعدين يلا نجاوب. which of the following statement doesn't agree على الاستراكشر اكس؟ واحده واحده. مين ده يا دكتور؟ ده طبعا يا دكتور كده اكيد ده البوتون اهو، ده البوتون اهو. وكل الدوائر دي يا دكتور الساينابتيك فيزيكل اللي كان جواها النيورو ترانسميتر. ايوه ده يا دكتور الدنترايت بتاع الممبرين الجديد بتاع النيرف سيل الجديد. حلو. مين من دول لا يتفق على الاكس اللي هي الساينابتيك فيزيكل؟ تعالى. اتس افكتد باي كالسيوم ايون. صح، لان اول يا دكتور الكالسيوم ايون ما يدخل لجوه بسبب وصول النيرف امبلس هيعمل لها رابتشر يخليها تنفجر. ده صح. اتس كونتنت افكتد باي كولينستريز. صح، لان وجود الكولينستريز في المنطقه اللي هي الساينابتيك كليفت كان بيعمل على تكسير الاسيتايل كولين بعد يا دكتور ما يعدي ويعمل ستيميوليشن للنيرف سيل الجديده عشان يرجعها لحاله الريست. لان لو الكولينستريز مش موجود كده يا دكتور النيرف سيل هيكون في حاله من الكونتينيتي للديبولاريزيشن، من استمرار الديبولاريزيشن. فعشان ارجعها للريست كان لازم يا دكتور وجود الكولينستريز. كمل. هل كونتين نيورو ترانسميتر؟ صح، لان يا دكتور الساينابتيك فيزيكال بيكون موجود فيها الاسيتايل كولين والنور ادرينالين، ودي يا دكتور النيورو ترانسميتر. اتس فاوند في السيل بادي للنيورون. طبعا ده غلط، لان يا دكتور دي موجوده في التيرمينال ابولايزيشن للنيورون في اخر جزء من الاكزون. كمل. ستراكشر واي ريبريزنت ايه؟ هو مين واي؟ طبعا يا دكتور واي دي تعالى نبص على الاختيارات. صوديوم بوتاسيوم بامب. صح، دي يا دكتور ينفع يتقال لك عليها مضخه صوديوم وبوتاسيوم؟ ماشي، ودي اللي ممكن بتعمل مرور لدخول الصوديوم او خروج بوتاسيوم لو بنتكلم في نيرف سيل وقت الريست او وقت الديبولاريزيشن. طبعا الكالسيوم بامب لا، لان الكالسيوم بتكون موجوده هنا في التيرمينال ابولايزيشن في الجزء الاخير ده. شوانسل لا طبعا، لان برضو شوانسل بيكون يا دكتور موجوده على الاكزون مش على الدنترايت للنيرون الجديد. هل كان للباسج صوديوم والكالسيوم ايون؟ طبعا لا، لان الكالسيوم مفيش كالسيوم يدخل يا جماعه من الدنترايت. الكالسيوم كان موجود هنا البوابه بتاعته في التيرمينال ابولايزيشن اللي هي اخر جزء في الاكزون عشان يا دكتور يدخل الكالسيوم ويعمل انفجار للساينابتيك فيزيكل.
لذلك يا دكتور السؤال ده اجابتك هتبقى نمبر اي. هنا يا دكتور كويشن نمبر 16 بيقول لك which of the following doesn't agree مع الفانكشن للنيرف سيل ان هيومن. مين من دول لا يتفق مع وظيفه النيرف سيل ان هيومن يا شباب؟ واحده واحده. هل يا دكتور ترانزميشن نيرف امبلس؟ صح. انا بقول لك doesn't agree لك مش واخد بالك. يا دكتور ده حقيقي بيتفق معاها ان هي بتنقل النيرف امبلس، ده حقيقي. كمل. ترانزميشن اوف نيرف امبلس فروم سنس اورجان للسنترال نيرفس سيستم، صح، عن طريق السنسوري نيرون. ما السنسوري نيرون يا دكتور بينقل النيرف امبلس من السنس اورجان للسنترال نيرفس سيستم، ده كلام مظبوط. كمل. ترانزميشن نيرف امبلس فروم سنترال نيرفس سيستم للافكتور اورجان، صح، ودي يا دكتور عن طريق الموتور نيرون. كانت بتنقل النيرف امبلس من السنترال نيرفس سيستم يا برين يا سباينال كورد وتوديه للريسبوندنج اورجان ان كان ماسل او جلاند، فده صح. بس اللي بعده ترانزميشن نيورو ترانسميتر فروم بري ساينابتيك ممبرين للسنسور ريسبتور، لا يا دكتور دي جمله غلط. طب معلش انا عايز افهم الحته دي عشان انا مش فاهم. تعالى. البوتون يا دكتور لما جبناه كان بالمنظر ده كده، وادي يا دكتور دلوقتي الدنترايت بتاعت النيرون الجديد. الحته دي يا دكتور بنسميها ساينابتيك كليفت. اسمها ايه؟ ساينابتيك كليفت. حضرتك الحته دي بنسميها بري ساينابتيك ممبرين. طب يا دكتور الجزء الثاني بتاع الدنترايت للنيرون الجديد بنسميه بوست ساينابتيك ممبرين. طب انا هستاذن حضرتك بعد اذنك. دلوقتي يا دكتور هنا في البوتون بيكون يا دكتور في حاجه اسمها ساينابتيك فيزيكال بالمنظر ده. ساينابتيك فيزيكال يا دكتور بيكون جواها نيورو ترانسميتر اللي هو الاسيتايل كولين والنور ادرينالين. مجرد يا دكتور دلوقتي ما يوصل النيرف امبلس كان يعمل على انفجار او دخول الكالسيوم ايون. كالسيوم ايون يا دكتور كانت بتعمل على انفجار الساينابتيك فيزيكال، يخرج منها النيورو ترانسميتر تقف على الريسبتور بتاعه الدنترايت الجديده. فانت كده يا دكتور نقلت النيورو ترانسميتر من البري ساينابتيك ممبرين تخرج في الساينابتيك كليفت تطلع تقف على البوست ساينابتيك ممبرين. انت كده بتنقل النيورو ترانسميتر. فهل وظيفه النيرف امبلس تعمل ترانزميشن نقل للنيورو ترانسميتر من البري ساينابتيك ممبرين من الممبرين ده لمين يا دكتور؟ للسنسوري ريسبتور؟ طبعا غلط. ليه؟ لان بتنقله من البري ساينابتيك ممبرين للبوست ساينابتيك ممبرين اللي هو موجود في الدنترايت بتاعه النيرون الجديد. معانا يا شباب؟ لذلك يا دكتور الجمله الخطا هنا هتبقى نمبر دي. هنا يا دكتور كويشن نمبر 17 يقول لحضرتك الاتي: which of the following figure represent the flow of large amount من يا دكتور الايون during period AB. تعالى يا دكتور، هو وانت جاي من الايه رايح للبي انت حولت البوتنشال ديفرنس من نيجاتيف 70 لبوزيتيف 40. يعني انت عملت حاجه اسمها ديبولاريزيشن. يعني انت في المرحله دي يا دكتور قعدت تدخل لي مين كتير؟ صوديوم كتير، قللت عمليه الاوت فلو للبوتاسيوم. تعالى، يعني لازم تلاقي بوابه الصوديوم مفتوحه على الاخر عشان تدخل كميه كبيره من الصوديوم. طبعا يا دكتور هنا بوابه البوتاسيوم خارج، ده غلط. بوتاسيوم داخل، ده غلط. هنا يا دكتور الصوديوم خارج، وده طبعا غلط لان المفروض في حاله الديبولاريزيشن الصوديوم اللي كان داخل. هنا دلوقتي يا دكتور بوابه الصوديوم مفتوحه، هتدخل الصوديوم لجوه، فالاجابه يا دكتور هتبقى نمبر دي عشان تحولها من حاله البولاريزيشن لحاله الديبولاريزيشن. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 18 يقول لحضرتك الاتي: which of the following graph represent relation between speed of nerve impulse والديامتر للفايبر. طبعا يا دكتور كل ما الديامتر يزيد بسبب وجود المايلين شيس هيزود السبيد للنيرف امبلس. فعايز اجابه، طبعا الريليشن هتكون دايركتلي، يعني اجابتك هتبقى يا دكتور نمبر سي. طيب تعالى في الكويشن اللي بعده. هنا يا دكتور في الكويشن ده بيقول لحضرتك ذا اوبزيت جراف ريبريزنت تو نيرف سيل one of them sensory والثانيه يا دكتور بتكون موتور اللي ذا سيم ليفنج اورجانيزم لنفس الكائن الحي and each of them stimulation state في حاله stimulation. تعالى which of the following statement is correct عند تايم 0؟ دكتور بعد اذنك لو انت ركزت عند تايم 0 هتلاقي دكتور دلوقتي الواي طبعا اللي هي السنسوري كانت يا دكتور بنيجاتيف 100.
هتلاقي يا دكتور دلوقتي الموتور موجود يا دكتور عند نيجاتيف 70. طالما يا دكتور الاثنين في حاله النيجاتيف يعني انت بتتكلم ان الاثنين وقت الريست. لسه ما دخلوش يا دكتور في سكه البوزيتيف عشان اقول لك ان هي اتحولت من البولاريزيشن للديبولاريزيشن. يعني اقدر اقول لك ان الاثنين الموتور والسنسوري في حاله الريست. تعالى كده دورها لي. هتقول لي يا دكتور ان السنسوري البوس السنسوري والموتور في حاله طبعا الريست ستيت. اجابتك سي. اللي بعده بيقول لك تشينج ان بوتنشال ديفرنس للسنسوري نيورون ممبرين عند تايم بيريود من 0 ل 1. هنا اتريبيوتد ليه؟ تعالى يا دكتور من 0 ل 1 في حاله السنسوري من 0 ل 1. ال1 يا دكتور يعني انت وصلت كده عند كام؟ تقريبا يا دكتور عندي بوزيتيف، قول يا عم بوزيتيف 30 وداخل عندي بوزيتيف 40. ده حصل يا دكتور بسبب انكريز البرميابيليتي للصوديوم تو انسايد. صوديوم كتير دخل جوه. فعايز اجابه. هتقول لي هنا بمنتهى البساطه ان فلو للصوديوم صح. اوت فلو نيجاتيف كلورين لا طبعا. ان فلو بوتاسيوم لا. اوت فلو كلورايد وبوتاسيوم لا. يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. عند بوينت واي، عند البوينت دي متفق معاك يا دكتور عند البوينت دي اعلى قمه في الديبولاريزيشن. لازم عندها يا دكتور يتم غلق الصوديوم كانال، نقفل بوابه الصوديوم ونعمل اوبن للبوتاسيوم يا دكتور كانال عشان نرجعها تاني لمرحله البولاريزيشن ونعمل ما يسمى ريبولاريزيشن. فهنا يا دكتور دلوقتي عند الاكس اللي حصل، هنا يا دكتور تقول لي كانال اوف صوديوم اوبن. طبعا ده غلط لان يا دكتور بوابه الصوديوم هتبتدي ان هي تقفل وبوابه البوتاسيوم تفتح. طب بص البي بيقول لك كانال اوف بوتاسيوم اوبن. طبعا يا دكتور هي دي صح، فعلا بوابه البوتاسيوم بتفتح عشان نرجعها لحاله البولاريزيشن تاني. ولكن احنا بنفتح بوابه البوتاسيوم وبنقفل بوابه الصوديوم، فدي مبدئيا تنفع. بس بص على باقي الاختيارات. كانال اوف صوديوم اوبن لا طبعا الصوديوم كلوزد. كانال اوف بوتاسيوم اوبن والصوديوم كلوزد. يا دكتور بقى كده دي الاجابه المظبوطه. ان عند الحته دي يا دكتور هنقفل بوابه الصوديوم ونفتح بوابه البوتاسيوم عشان نرجعها لحاله الريبولاريزيشن تاني. يعني اجابتك هتبقى نمبر دي، ودي يا دكتور الادق في الاربع اختيارات اللي عند حضرتك. طيب تعالى هنا يا دكتور في الكويشن ده بيقول لك the opposite figure represent transmitting the nerve impulse through synapse between two neurons. هنا بيقول لك بامب اوف كالسيوم بريزنت في انهي ستراكشر. تعالى طبعا يا دكتور بامب الكالسيوم كانت موجوده عند البوتون اهو الحته دي. فالحته دي يا دكتور هتلاقي فيها بامب الكالسيوم، فهو مش مشاور لك عليها غير هنا اللي هي الزد. يبقى بامب الكالسيوم موجوده فين؟ في الزد اللي هي يا دكتور البوتون بتاعه التيرمينال ابورايزيشن. ريسبتور للكيميكال ترانسميتر اكزيست في انهي ستراكشر؟ طبعا موجوده على الممبرين بتاع الدنترايت الجديده. يعني هنا مش هقول لك عليها اهو الممبرين للدنترايت الجديد، وكده كده هتستقبل وده اتجاه نقل النيرف امبلس. فاجابتك هنا يا دكتور تقول لي واي. اللي بعده structure whose part coated by myelin sheath. البارت يا دكتور اللي كان متغطي بالمايلين شيس. اجابتك يا دكتور دلوقتي هتقول لي الاكزون. هو الاكزون فين في دول؟ اجابتك يا دكتور هتقول لي الاكس. يبقى انت دلوقتي الاكس ده يا دكتور جزء من الاكزون، ده طبعا اللي هو هيكون يمتد او يتصل بالاكزون تاني، وده يا دكتور اللي هيكون متغطي بالمايلين شيس. يعني اجابتك هتبقى اكس. طيب هنا يا دكتور بيقول لك كولينستريز انزيم موجود في انهي ستراكشر؟ طبعا كولينستريز يا دكتور كان موجود في الساينابتيك كليفت اللي هي دكتور الحته دي، ودي مشاورين عليها بانهي لتر؟ طبعا هتكون ال. يبقى كولينستريز يا دكتور موجود في ال اللي هي الساينابتيك كليفت. مهم جدا جدا يا شباب الاسئله دي. هنا في كويشن نمبر 26 يقول لحضرتك الاتي: From information in the opposite table that about axon of 3 nerve cell which choice in the following table represent the probable speed of passing nerve impulse في كل واحده. تعال طبعا انت عارف يا دكتور ان اللي عنده مايلين شيس ينقل النيرف امبلس اسرع، وكل لما الديامتر يزيد نقل النيرف امبلس سرعته تزيد. تعال هنا يا دكتور دلوقتي بيقول لك ان عندها مايلين شيس ودي عندها مايلين شيس ودي ما عندهاش، فمين ابطا واحده؟ سي. حلو جدا. طب الاثنين دول يا دكتور عندهم مايلين شيس. شوف الديامتر ده اكبر من الديامتر ده، فكل لما الديامتر يزيد يكون نقل النيرف امبلس اسرع. طب الديامتر قل يكون اقل شويه، ما عندوش مايلين شيس خالص يكون ابطاهم. فانا لما اجي ارتب مين اسرع واحد ايه، مين ابطا شويه بي، لان الديامتر اقل. ابطا خالص يا دكتور هتبقى سي. فلما تيجي عند الايه دور لي ليها اعلى سبيد، فعندك يا اما السي يا اما الدي.
مين بعديها يا دكتور؟ هتكون البي والسي اقل واحده، يعني اجابتك هنا يا دكتور هتبقى نمبر سي، دي الاجابه الصح. انا كده رتبتهم من اسرع واحد لابطا واحد، كده كل واحد يا دكتور خد السرعه المناسبه بتاعته. اجابتك في السؤال ده يا شباب هتبقى نمبر سي، والسؤال ده مهم جدا، بيعتمد ان انت عارف اهميه المايلين شيس، وبعتمد يا دكتور انت عارف ايه علاقه الديامتر بالسبيد بتاعه النيرف امبلس. تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 27. هنا بيقول لحضرتك on bending a style choline compound with the specific receptor على الممبرين للدنترايت. طبعا يا دكتور ايه اللي بيحصل لو الاستايل كولين موجود على الممبرين؟ طبعا وجود الاستايل كولين على الممبرين هيخلي الدنترايت او النيرف سيل تعمل حاجه اسمها ديبولاريزيشن، يعني تعمل انفلو للصوديوم ايون وتقلل الاوت فلو للبوتاسيوم، يقل خالص. فعايز اجابه انفلو صوديوم ايون ثرو كانال في البوست ساينابتيك ممبرين، صح. بوست ساينابتيك، انا لما جيت رسمت لك النيورون اهو، ده البري ساينابتيك وده الساينابتيك كليفت وده البوست ساينابتيك ممبرين. ففعلا طالما النيرف امبلس هيصل او الاستايل كولين هيصل، هيعمل يا دكتور ايه؟ دخول الصوديوم في البوست ساينابتيك ممبرين بتاع النيرو. انفلو صوديوم في البري ساينابتيك لا طبعا. انفلو بوتاسيوم لا طبعا. وانفلو بوتاسيوم برضو لا طبعا. الاجابه هتبقى نمبر اي. طيب تعالى يا دكتور في الكوتشن اللي بعده. هنا دكتور كوتشن نمبر 28 بيقول لك اسيتايل كولين جزئي. طبعا يا جماعه اسيتايل كولين بيقف على الممبرين بتاع الدنترايت، ويا دكتور بيغير بيرميابيليتي، يخلي انكريز بيرميابيليتي للصوديوم فروم اوتسايد لانسايد، وديكريز البيرميابيليتي للبوتاسيوم فروم انسايد تو اوتسايد، ويخلي يا دكتور النيرف سيل في حاله ديبولاريزيشن. فهنا هتقول لي فورميشن الكتريك بوتنشال ديفرنس اوف نيرف سيل عند الريست ستيت، لا طبعا. وجودها يعني هيعمل دي بولاريزيشن، يعني يخلي بوتنشال ديفرنس بوزيتيف 40 ملي فولت. ترانزميشن اوف نيرف امبلس ثرو ساينابتيك ريجون، ولا انكريز بولاريزيشن، ولا انكريز بيرميابيليتي للبوست ساينابتيك ممبرين للصوديوم والبوتاسيوم ايون لاوتسايد. اجابتك هتبقى نمبر بي. دلوقتي يا دكتور استايل كولين هيعمل نقل النيرف امبلس في الساينابتيك ريجون، يعني لو انت كنت بوتون اهو، وادي يا دكتور الدنترايت او الممبرين للدنترايت الجديد، فالاسيتيل كولين يخرج من هنا، النيرف امبلس يجي فيفجر الساينابتيك فيزيكال بمساعده الكالسيوم ايون، فيخرج هنا الاسيتيل كولين فيقف على الممبرين بتاع النيرون الجديد، فيعمل على نقل النيرف امبلس اللي وصل له من النيرون اللي قبله. طب دي يا دكتور ما تنفعش ليه؟ لان انا هزود البرميابيليتي في البوست ساينابتيك ممبرين للصوديوم اخليه انسايد، انما هنا بيقول لك صوديوم وبوتاسيوم، لذلك يا دكتور دي اجابه هتبقى غلط، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. هنا يا دكتور بيقول لحضرتك النيرف فايبر ممبرين ريستور فيسيولوجيكال بروبرتيز ديورنج ريفراكتوري بيريود. محتاجه يا دكتور دلوقتي ايه عشان ترجع لنفس ما كانت بالظبط؟ قال لك يا دكتور للاسف بتحتاج لوجود الاي تي بي. ليه اي تي بي؟ صلي بينا على النبي. دلوقتي يا دكتور احنا عشان نرجع تاني توزيع الايون بشكل متساوي، اخلي بره يا دكتور ان الصوديوم ازيد من اللي جوه من 10 ل 15 تايمز، ما ده كده يا دكتور توزيع متكافئ للايون، هي عايزين كده. الصوديوم بره ازيد من اللي جوه من 10 ل 15 مره، بوتاسيوم جوه ازيد من اللي بره 30 مره. انا عشان اوصل للتوزيع المتكافئ ده للايون عشان ارجع النيرف سيل وقت الريست، كان لازم يا دكتور بنستخدم اي تي بي، والسؤال ده مهم جدا، مهم جدا السؤال ده. طب اللي بعده بيقول لك بوتنشال ديفرنس على تو سايد للنيرف ممبرين افتر ستيميوليشن تشينج البوزيتيف 40. طالما هتتغير لبوزيتيف 40، يعني انت في الديبولاريزيشن، يعني انت دخلت مين لجوه؟ دخلت الصوديوم وقللت خروج بوتاسيوم. انفلو للصوديوم ايون صح، انفلو بوتاسيوم لا، انفلو بوتاسيوم لا، اوت فلو بوتاسيوم لا. فالاجابه هنا يا دكتور هتبقى نمبر ايه. سؤال برضه عبيط ما فيهوش اي حاجه. 31 ابسنس كولينستريز انزيم للسينابس. السؤال ده برضه مهم جدا. كولينستريز كان وظيفته يكسر الاسيتايل كولين بعد ما يعدي من البوتون ويخرج في السينابتيك كليفت، يكسره يا دكتور عشان يرجع النيرف سيل تاني لوقت الريست. في غياب الكولينستريز هيخلي يا دكتور دايما النيرف سيل في كونتينيتي لحاله يا دكتور من الديبولاريزيشن. هتفضل النيرف سيل عندها يا دكتور حاله من الديبولاريزيشن، وتفضل على طول في حاله ستيميوليشن.
طيب تعالى يا دكتور. لا كده خلاص كده يا دكتور، اللهم لك الحمد، احنا خلصنا كل افكار الاسئله مبدئيا اللي خاصه على درس النيرف امبولس. ان شاء الله يا دكتور احنا دلوقتي بنفنش منهج، يعني احنا خلاص بقينا حوالي درس او درس ونص وتلاقي المنهج خلاص يا دكتور اتفنش. اللهم لك الحمد. الترم ده اصغر شويه يا دكتور من الترم الاول بالنسبه لكم، بنتكلم في شابترين بس. الفتره الجايه ان شاء الله هنبتدي يا دكتور ان احنا نكثف مراجعات هتمشي بنظام هيعجبكم ان شاء الله. هنبتدي ان احنا نرتب افكارك بحيث يا دكتور بس تبتدي تجمع معانا المنهج، لان خلاص يعتبر الترم بيلم اوراقه، الترم خلص خلاص يا دكتور. فحضرتك ربنا معاكم ان شاء الله. استاذنك ما تكسلش دلوقتي وتقول السنه ثانويه عامه هشد بعدين. بعد اذنك يا دكتور انت بتلم ورقك، لان انت داخل على سنه ان شاء الله هتكون سنه مصيريه ليك. فنشد حيلنا يا شباب، مش عايزين تكاسل. ما نقولش يا دكتور انا الترم ده خلاص انا هقضيه بقى اي حاجه وان شاء الله السنه الجايه جد وجداني. انا جاي لك من السنه الجايه وبقول لك ان انت لو متعود على كده هتخربها السنه الجايه. دلوقتي يا دكتور طالما انت في مرحله دراسه شد حيلك على قد ما تقدر، اعمل اللي عليك. هو انت ايه اللي وراك غير ان انت تذاكر؟ مفيش. فنستاذنك نعمل اللي علينا. ان شاء الله يا دكتور هنعمل امتحان شامل، هيكون امتحان العيديه اللي ان شاء الله يا دكتور هتاخد عيديتك بناء على درجتك، وده هنبقى نقول لكم كل تفاصيله بمواعيده قريب جدا ان شاء الله. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ولازم يا دكتور تكون عالي الهمه عشان مش هنقبل بغير القمه. نشوفكم على خير ان شاء الله يا دكاتره.